ازيكم يا شباب؟ معانا النهارده عربيه كانت في ناس كتير قوي عايزانا نعمل لها ريفيو. البيجو 508. يلا بينا. هنتكلم عن كل حاجه في العربيه. بنتكلم على التاريخ بتاعها من العربيه من جوه ومن بره وكل حاجه عن الموتور. نبدا الاول العربيه ده الجيل الثاني من 508. العربيه سنه 2010 كانت بدات ال 508 تنزل، كانت بديله للعربيه ال 406 وال 607 لو حد فاكرهم يعني. ومن 2010 العربيه كانت اول الشكل، الجيل الاول، واتغيرت فيس ليفت ليها من اول 2015. طبعا كان الجيل ده كان محبوب جدا ما بين العربيات اللكجيريوس والعربيه اللي هي المحترمه يعني. المره دي بقى العربيه نازله بالجيل الثاني بفئه مختلفه جدا، بشكل مختلف جدا. نازله زي جراند كوبي او اللي هي العربيه الفاست باك. بتبقى الازاز بتاعها بيبقى فريملس. طبعا ده بيبقى شيك جدا في العربيه، بيبقى شكله حلو جدا. العربيه كمان الازاز اللي ورا الشنطه بتفتح، وهي بتفتح الازاز بيفتح معاها. طبعا دي من المميزات ان العربيه شكلها شبابي جدا وصغيره كده، وتحس ان هي مسحوبه بزياده، وده مخلي شكل العربيه حلو قوي وهنتكلم عليه دلوقتي. الاول نتكلم عن الفئات اللي بتنزل مصر. العربيه بتنزل بثلاث فئات في مصر: الاكتف والالور والجي تي لاين. الاكتف بتبدا بسعر 475 الف جنيه، دي العربيه اللي احنا راكبينها دلوقتي. والالور بسعر 525 الف جنيه، والجي تي لاين بتبقى سعر 600 الف جنيه. طبعا اسعارها كويسه، وبصراحه على الكماليات والاوبشنز اللي فيها بصراحه العربيه ممتازه جدا يعني، وهنتكلم على كل الاوبشنز اللي فيها دلوقتي والمميزات والعيوب اللي انا شايفها فيها. نبدا الاول بالموتور. الموتور بتاعها 1600 سي سي تيربو، 163 حصان، 240 نيوتن متر. بتجيب من 0 ل 100 في 8.7. وطبعا الموتور ده من المواتير اللي كانت بتنزل دايما بتنزل في البيجو بقالها اكتر من دلوقتي 10 سنين اهو. الموتور بصراحة ممتاز، هو 6 نقلات الفتيس بتاعه. الفتيس اللي هو المودرن العادي اللي هو ما فيهوش اي تغيير، ما فيش اي توفير للبنزين. هو كده كده الموتور اصلا كويس والناس كلها كانت بتشكر فيه. كان في الاول مسبب كام مشكله كده بس اتحلت، واظن ان المشاكل دي ما بقتش موجوده خلاص في الموتور ولا الفتيس ده. اتكلم بقى على بره. العربيه طبعا الاكتف والالور بتيجي بجنط 17 215 على 55. العربيه بصراحه فيها فوانيس قدام تحفه. طبعا الاكتف والالور ما بيبقاش فيهم اللي هو النايب الداي لايت ده اللي هو الناب اللي من على الجنب، بس كده كده فيها 3 شرايط ال داي لايت كده، مخلين شكل العربيه حلو جدا. العربيه بتنزل فوانيس هالوجين قدام. الجي تي لاين بتنزل باللي هو ال دي قدام. طبعا العربيه ورا فيها برضو الفانوس اللي ورا تحفه، مندمج كده مع الشنطه، وفيها السبويلر اللي فوق. العربيه بصراحه الفانوس فيه 3 شرايط كده، بصراحه مدي شكل حلو جدا للعربيه. العربيه اصلا بتنزل كمان البيبان زي ما قلنا ان هي فريمليس، بسبب ان العربيه جراند كوبي او الفاست باك. لما بتفتح الباب بيبقى فيها كده بتنزل نازله كده، وما بتيجي تقفلها بتقوم طالعاها تاني عشان تقدر تتفتح وتقفل. بصراحه العربيه شكلها شيك جدا في الموضوع ده. العربيه طبعا من وشها قدام العلامه بعلامه ال 508 اللي فوق علامه الاسد، بصراحه مخليه شكل العربيه ترجع لايام زمان اللي هي زي ال 504، واللي هي ستايل القديم بتاع البيجو اللي هو اللي كانوا بيحطوا الارقام كلها فوق العلامه. نتكلم بقى على العربيه من جوه. العربيه بصراحه مختلفه من جوه كما يعني قال الكتاب. بصراحه العربيه اصلا الفرنساوي عامه دايما بيبقى فيه تغيير في العربيه من جوه، دايما تلاقيه سابق عصره وتحس ان هو متغير اول باول وكده. اصلا البيجو من الاول كل حاجه شكلها تحفه. طبعا التابلو، نتكلم على التابلو اول حاجه. التابلو طبعا زي واخد دورين كده، دور فوق ودور تحت. بصراحه العربيه بتبقى شكلها شيك جدا بصراحه. بتيجي بعداد ديجيتال كامل، بصراحه العداد تحفه.
بتقدر تتحكم في ايه اللي بيظهر لك، بيرسونال او المينيمم او الدايلز. بصراحه تقدر انت تعدله يعني. الحاجات دي مخليه العربيه تبقى مريحه من جوه وممتعه من جوه. فيها شاشه 8 انش، ولو الجي تي بتيجي ب10 انش. طبعا الشاشه فيها كل حاجه، بتقدر تتحكم في التكييف، بتقدر تتحكم في الهيد لايتس، بتقدر تتحكم في السنسورز، بتقدر تتحكم في كل حاجه في العربيه. وده مخلي العربيه بصراحه ممتعه برضو. العربيه كمان فيها وايرلس تشارجر، بس هو مكانه رخم شويه. وبرضو هنا في اليو اس بي بتاع الموبايل. نتكلم على الزراير والكواليتي بتاعت الزراير اللي عند الشاشه، محسسك طبعا ان انت كانه بيانو كده. الموضوع بصراحه لذيذ جدا، حلو جدا، ممتع جدا، بصراحه عجبني. الزراير كلها كواليتي نظيفه، تقدر تتحكم، تقدر توصل لاي حاجه انت عايزها من الزراير دي. ميزه من الميز اللي في الشاشه بتاعت التابلو ان هي فيها الكار بلاي وفيها الاندرويد اوتو طبعا. فده مخلي العربيه بصراحه برضو من الحاجات اللي بتنقصها فيها عربيات كتير في نفس الفئه السعريه دي، بينقصها المواضيع دي. طبعا هتضطر تنزل الدريكسيون، تتحكم فيه ان هو ينزل تحت شويه عشان تقدر تشوف العداد كله. العربيه بصراحه بتيجي بكربون فايبر كده على التابلو وعلى البيبان، مخلي العربيه شكلها شيك. بصراحه الملمس ان هو ملمسه بصراحه كواليتي عاليه جدا، حتى التابلو من فوق برضو كواليتي عاليه جدا. فتحات التكييف برضو شكلها شيك كده، ومديك حاجه ان هي متوجهه لك السواق اكتر بكتير. الكراسي بقى الجي تي لاين طبعا والالور بينزلوا كهرباء يعني، بس دي مش بتنزل كهرباء. بس مش مشكله بصراحه، وانا قاعد مستريح ومبسوط، والقعده مستريحه، وان انت تبقى قاعد تحس ان انت راكب عربيه كوبيه ممتعه جدا يعني. القعده ورا مخليه طبعا بتبقى قاعد مرتاح سنه، بس راسك بتبقى خابطه شويه فوق، فده مخلي الموضوع بيبقى مش مريح للراس يعني. بتبقى قاعد 2 ورا مستريح سنه، من 3 ما اعتقدش ان هيبقى مستريحين. طبعا الدركسيون صغير، مديك حق ان انت راكب عربيه سبورت، وفيها الشافت بيدلز اللي ورا دي طبعا ان انت تقدر تنقل نقلات من ورا بالبلس والماينس. ما كل ده محسسك ان انت راكب عربيه شبابيه قوي. طبعا البيبان شكلها شيك جدا، فيها السماعات، فيها كل حاجه. بصراحه الكونسوله هنا شيك جدا. الفتيس الجديد اللي هو بتاع البيجو اللي هو بقى تاتش، ما بقاش ان انت الفتيس تقدر تتحرك بيها، مخليه برضو شكلها مندمج جدا مع كل حاجه. وطبعا زرار الستارت انجن، الاماكن بقى ان انت تقدر تخزن فيها المكان، في مكان هنا وفي مكان على المسند. بصراحه 2 كاب هولدر، وفي كاب هولدرز في البيبان، كل دي مديه مساحه ان انت تقدر تخزن حاجات كتير في العربيه. العربيه بينزل فيها طبعا بالليل اللي هو اللايتنج مود او الكومفورت مود، بيبقى فيه الوان كده بتنور بالليل. طبعا مش هقدر اصورها لكم عشان الصبح، بس بصراحه مخليه شكل العربيه من جوه تحفه. طبعا عربيات البيجوات الجديده كلها بدات تنزل بالستايل ده، الالوان اللي هي من جوه تقدر تتحكم فيها وتحسسك بالمود كده ان انت مستريح. تقدر تخليها ريلاكس او السبورت الدايناميك مود، ان هو على حسب بقى عايز ان انت بتجري بالعربيه فتخلي الالوان حمراء، او العكس صحيح. بصراحه العربيه وانت قاعد هنا سايق، الاحساس بصراحه حلو، مش وحش خالص. اللي عندك بس القايم هنا ده تخين شويه، حاجب الرؤيه جامد من وانت سايق. بس غير كده العربيه انت شايف العداد والدركسيون بصراحه صغير ولذيذ، وشايف ابعاد العربيه، موضوع حلو يعني. نتكلم بقى عن شنطه العربيه 480 لتر او اكتر سنه. بصراحه الوسع ده جاي بسبب ان العربيه الشنطه بتطلع بالازاز، بتفتحها بالازاز، فبتبان ان هي واسعه. طبعا هي مساحه حلوه جدا ليها، ومخليه شكل العربيه وهي الباب مفتوح برضو حلوه. من عيوب بقى العربيه الشاشه بصراحه بتاعتها، شاشتها هي بطيئه شويه، تحسها صغيره شويه، بس هي فيها كل حاجه يعني. العداد عشان تقدر تشوفه من ناحيه الدريكسيون لازم تنزل الدريكسيون او تطلع الكرسي فوق شويه عشان تقدر تشوفه.
والعربيه كمان القعده ورا بصراحه دي من العيوب العربيه بصراحه، بسبب ان هي حوار ان هي جراند كوبيه مخليه القعده ورا مش مريحه خالص. مميزات بقى العربيه بصراحه، الموتور حلو. لا، نرجع للعيوب تاني. كمان بصراحة العربية فيها لاج خفيف في الأول، قبل مثلا ال 2 ار بي ام الدوسة بتبقى ضعيفة شوية تقريبا، على ما الفتيس بيحضر والموتور بيحضر بتبقى بتاخد وقت شوية. ده ممكن لو انت بتقدر تلاحظ الحاجات دي هتلاحظها شوية في العربية دي يعني. مميزات بقى العربية دي بصراحة شكلها حلو جدا. العربية فيها كل حاجة على الفئة السعرية بتاعتها. الشنطة واسعة، وكمان فكرة ان العربية بصراحة جران كوبيه بس في نفس الوقت واسعة، دي مخليها في حد ذاتها ان هي حاجة حلوة يعني. كمية برضو الاماكن ان انت تقدر تخزن فيها حاجات، من الحاجات الحلوة قوي في العربية دي ان انت فيها اماكن كتير تقدر تحط فيها الحاجات. كاب هولدرز، هنا الفتحات دي واسعة، الحاجات دي كلها بتفرق قوي يعني. وده كان الفول ريفيو بتاع البيجو 508 موديل 2020، ويا رب يكون عجبكم، واعملوا سبسكرايب عشان تتفرجوا على الفيديوهات اللي جاية، ومتنسوش تتفرجوا على الفيديوهات اللي قبل كده. شكرا.